الرحمن الرحيم. الله يبارك فيكم. طبعا يعني اهم شيء خاصه في البدايات هما 3 نقاط. في اشياء كثيره تعرف، في اشياء كثيره اللي راح نعالجها، لكن المهم انه بلشنا المباراه هذه ب3 نقاط، خاصه بعد التاخير وقله التركيز اللي كانت موجوده، لكن لاعبين بالخبره وقوه الشخصيه اظهرنا شخصيه البطل. ماناش راضيين بصفه كليه على المردود، خاصه عندنا احسن، وباذن الله المردود راح يتحسن باذن الله من المباراه القادمه. شنو الاخطاء؟ اكيد هذا تعرف اشياء تقعد دائما يعني في نطاق داخلي بين اللاعبين والاطار الفني، لكن دائما نادي الكويت احنا دائما نحاول نبحث على المردود مع النتيجه ان شاء الله، لانه تعرف شخصيه البطل لازم دائما تكون موجوده في الملعب. راضين عن ادائكم اليوم؟ اتكلم في المطلق، ترى في الاخير هو علينا وعلى نادي التضامن، يعني حتى هم الاخوان في نادي التضامن نفس الشيء اكيد ياثر، لكن احنا هذا الكلام اللي قلناه لاعبينا بخبرتهم لازم يتجاوزون هالامر، وفعلا الحمد لله البدايه كانت طيبه، نقصنا بعض الاشياء ان شاء الله اللي ان شاء الله راح نعدلها باذن الله. كريم، اعتقد في بدايه الدوري المهم هو ال3 نقاط اكثر من الاداء، يعني يهمك في الجولات الاولى تحقيق الفوز. اكيد لكن تعرف في نادي الكويت انت مطالب بالاثنين، يعني خاصه مطالب بالمردود لانه راح يعطيك ثقه كثيره، خاصه يعطينا ثقه احنا كثيره في مردودنا. لما تكون المردود نحب النتيجه تقترن بالمردود الطيب، لانه في الاخير نادي الكويت هو الزعيم، هو البطل، وتعرف الضغوطات اللي مسلطه عليه.